واش قرطاج فينيقيه ولا امازيغيه؟ هذا النقاش الحاد ناض بزاف في التعليقات ديال الفيديوهات اللي فاتوا. شي كيقول امازيغيه، شي كيقول فينيقيه، شي كيقول عربيه، كل واحد شنو كيقول. فاجي نشوفوا شنو كيقولوا المؤرخين ديال بصح. على حسب مجله نيتشر الاكاديميه، قرطاج كتعتبر مستعمره فينيقيه تأسست على يد الفينيقيين اللي كانوا تجار وبحاره خطيرين واستعمروا بزاف ديال الاماكن في البحر الابيض المتوسط. ولكن واش سكان قرطاج هما فينيقيين في الاصل ولا ولاد البلاد؟ واحد دراسه حديثه جدا يلاه تنشرت في مجله نيتشر في افريل 2025 كتبين بلي الدي ان اي ديال اغلبيه سكان المستعمرات الفينيقيه في البحر الابيض المتوسط ماشي دي ان اي فينيقيه، يعني ماشي دي ان اي ديال الفينيقيين اللي كانوا ساكنين في لبنان الحاليه وفلسطين الحاليه. والدراسه كتهضر على بزاف المستعمرات الفينيقيه في البحر الابيض المتوسط، ماشي غير قرطاج، ممكن نهضروا على قرطاج، سيسيلي، سردينيا وايبيريا. درسوا دي ان اي ديال 215 شخص اللي كانوا عايشين في المستعمرات الفينيقيه حول البحر الابيض المتوسط، والنتائج كتبين ان اغلبيه الاشخاص دي ان اي ديالهم ماشي فينيقي بل ديال السكان المحليين ديال ديك المناطق. بالنسبه للقرطاج هما الامازيغ. دونك هذا هو الجواب ديال المؤرخين. الا كنتي غتختلف معايا ماشي مشكل، قولها لي في التعليقات، ولكن جيب لي ادله تكون على الاقل في نفس النيفو ديال مجله نيتشر الاكاديميه. ما تنساش تشترك في القناه. باي.